ندخل في الموضوع على طول. الزمالك وقصة الانسحاب اللي هو بيتكلم فيها. الزمالك عايز ينسحب تاني. قصة الانسحاب اللي الزمالك بيعملها والدوشة اللي هو بيعملها كل سنة لما يلاقي نفسه فقد الدوري أو فقد المنافسة على الدوري، بيعمل أي حجة. القصة دي خلاص اتهرشت. عايزينك بس ما تجيش زي المرة اللي عدت كده والأتوبيس ما جاش ولاعيبة الأهلي نزلت الملعب والحكم صفر بفوز الأهلي. كل الدوشة دي وكل الليلة دي عشان ما تلعبش الأهلي بس. أنت خايف من الأهلي، خايف تلعب الأهلي. كل ماتش للأهلي تطلع لي بحجة انسحاب. طول عمرك بتخاف من الاهلي وبتخاف تلعب الاهلي. الاهلي عامل لك رعب. انا عايزك تثبت على موقفك، استمر على اللي انت بتقوله ونفذ الكلام اللي انت بتقوله وما تطلعش حنفي. هتبقى كاس كرامه جديد او بطوله كرامه جديده. يا ريت تعمل كده وتنفذ كلامك وما تبقاش حنفي. جمهور الزمالك جمهور الصفوه، الجمهور الوافي جدا، الجمهور اللي مش بيحب غير الزمالك واي حد جنب الزمالك ما يسواش. الجمهور ده وافي جدا لناديه. خلينا نشوف الوفاء ده في البوستات اللي جايه كده. ده بوست واحد زملكاوي، صفحه زملكاويه بتقول لك الدوري يا بيراميدز. لا، قمة الوفاء الصراحة، قمة الوفاء. انت وافي جدا.